السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا دائما على خير وبخير واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطلبيه ديال الصابلي بيرسوناليزي لواحد السبوع لواحد البنيته. دابا قلت نشاركو معكم تشوفوا لي ديتاي ديال هاد الصابلي وهاد التشكيلات اللي عملت. الصراحه عجبوا الكليانه ديالي وحماقت عليهم. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. ودابا البنات تبعوا معايا المراحل كامله. بالنسبه للصابلي انا كنت دايراه ومشاركه معكم من قبل بزاف د المرات، يعني ما حتىش نطول الفيديو باش يعني نوريكم الطريقه ديالو. الصابلي راه عندي فيديوهات اخرين. ودابا نشوفوا غير الشكيلات اللي عدلت. انا خدمت هنايا جوج شكيلات بهذيك الطابع اللي كيكون كيتباع ب 15 دراهم، كيكونوا فيه ربعه. انا اختاريت هاد جوج، يعني الكليانه هي اللي خلاتني نختار. انا درت بالذوق ديالي. هنا كما كتشوفوا معايا الصابلي يعني كيجي مذهب، كيجي مقرمش، ما كيتقلص لا والو. هنايا من بعد النهار الثاني عدلت هنايا لي موتيف ديال هاد الكسيوات اللي عملتهم فوق الصابلي. هنايا خديت هاد السيليكون هذا واخترت هاد الكسيوه هذه هي اللي عملتها بعجينه الشوكولات. بالنسبه لعجينه الشوكولات درت لها غير اللون الغوز صافي، وكنبقى نقاد هيدا بهاد السيليكون. وهاد العمليه البنات كنعملوها يعني بنهار بقبل باش هاد يعني باش كنقادو هاد الكتيوه كتكون عندنا، يعني كتشبرنا الوقت ملي نكونوا جالسين نديرو هيدا فوق الطابله ونجلسوا نقادوهم ونحطوهم في شي طاسه ونخليوهم ما كيجرى لهم حتى شي حاجه، ما نعملوهاش غير في الثلاجه، يعني نخليوها هيداك فوق سطح العمل. كنغلقوا عليهم كما كتشوفوا معايا صافي كينشفوا. يعني ما نعملوش هاد العمليه حتى نهار واحد كامل عاد نعملو كل شيء، نعملوهم من قبل صافي. هنا كما كتشوفوا معايا ساليتهم كاملين يعني باش ينشفوا صافي. وغادي ندوز عاوتاني باش نقطع هذاك القطعه اللي قطعت بها الصابلي هي اللي غنقطع بها عجينه الشوكولاط في البياض. وهنايا البنات كما كتشوفوا معايا العجينه كانت عندي في بلاستيكه. من بعد ما عدلتها عملت لها ملون ابيض صافي، خدمتها وخليتها يعني حتى هي ليله من قبل. هنايا كناخذ غير النشا وكناخذ العجينه ديالي وكنطلقها بالدلاك مزيان باش ما تلصقليش في سطح العمل صافي. وكناخذ هذيك القطاعه اللي قطعت بها الصابلي وهي اللي كنقطع بها هاد العجينه الشوكولات باش نعملها نلصقها فوق الصابلي. يعني عمليه سهله، ولكن هاد الشكيلات بحال هيدا ديال الصابلي راه كيطلبوا الوقت، ماشي يعني ساهلين وتقدروا تخدموهم يعني في نهار واحد، لا. يعني انا هنايا السيده كان طالبه لي 2 كيلو صافي خدمتهم هنايا يعني بالخاطر. كناخذ اي حاجه كناخذها بالخاطر. يعني عملت العجينه من قبل الصابلي وجدته قبل بيومين. بالنسبه لهاد العجينه هذه واللي موتيف ديالها هما وجدتهم بالنهار باش النهار اللي كنجي نفيني فيه كيجيني هذاك ساهل، يعني الفينيسيون كنحط كلشي حدايا وكنفيني. هنا كما كتشوفوا معايا صافي كنطلق بالدلاك وكناخذ هنايا هاد الزواقه هذه اللي كتبع اللي كتزين بها العجينه الشوكولات. كنطبع بها هيدا كنتكي غير بشويه، يعني ما نتكيوش عليها بزاف باش ما تلصق لنا شي فيها. وكتخرج لنا لهاد الشكل هذا وكنبقاو نقطعوا بالقطاعه فوق منا ديال الصابلي. يعني هاد الشكيلات راه كاينه بزاف وموجودين فيهم شكيلات بزاف. الثمن ديالها كتكون ب 13 درهم، يعني الثمن رخيص. مره الواحد ياخذ كل مره ياخذ شكيل حتى كيكونوا عنده هيدا منوعين. صافي هكا كنبقى نقطع انا هكا العجينه الشوكولاته ديالي وكنزلها فوق بلاستيكه باش تنشف حتى هي. وكنبقى مستمره على هاد العمليه حتى كنسالي هاد العجينه اللي عندي كامله. وانا كنحسب شحال عندي من وحده ديال الصابلي. ودابا البنات خليت العجينه الشوكولاط ديالي كتنشف ودوز باش نوجد عاوتاني الشكيل الثاني اللي اختاريته حتى انا اللي اختاريت زعما صافي. وغادي نطلق العجينه ديالي كيف العاده بالنشا ونطلقها على سطح العمل حتى كترجع رقيقه. من بعد غادي نقطعها بنفس القطعه اللي قطعت بها الصابلي صافي، وكنحصل على الشكل اللي انا باغا. صافي كنبقى مستمره هيدا حتى كنسالي عاوتاني نفس الحساب اللي عندي في الصابلي. كنقطع قدو ديال هاد العجينه الشوكولات باش ما تشيط لي حتى شي وحده، يعني باش ما نضيع حتى شي وحده صافي. ومن بعد غادي نعدل واحد بابيون اللي سبق انا اصلا معادله عندي في واحد الطاسه حطاه صافي. ونطبع السميه هاد الصابلي هذا غادي نطبع فيه السميه ديال البنيته
وغيجي شكل ديال الصراحه رائع. هذا الشكل جا فنيون. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. عطيوني في التعاليق كيف جاكم هذا الصابلي، وكيف جاكم يعني في الاختيار ديالي. صافي هنا كنخليهم حتى هما ينشفوا. ودابا غادي ندوز باش نلصق الصابلي مع العجينه باش نفيني هاد الطلبيه. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا خديت هنايا الجليكوز خلطته مع الناباج مزيان، عملته في الطاسه نيت، وشديت الصابلي ديالي وبديت كندهن هيدا غير بصبعي اولا خذوا بانسو وصافي. وكنبقى نلصق داك العجينه ديال الشوكولات فوق منها، يعني ما نكثروش بزاف باش ما تخرج الناشي صافي. وكنزلوه بحال هيدا كيجي مقاد هو هذاك، يعني قد العجينه قد الصابلي صافي. وكنستمر يعني هاد العمليه ملي كتعملوها هيدا كيجيكم ساهل وما كتعذبوش وما كترونوش، يعني كل حاجه كتفينيوها في يعني في بلاصتها، ما كتبقاش زعما تديروا كلها في دقه واحده، لا يعني نعدلوا كل حاجه في نهار باش ما كنضغطوش راسنا صافي. كما كتشوفوا معايا غادي نساليها كامله عاد باش ندوز نطبعها ونلصق لها بابيو. ودابا هنايا خديت شويه ديال هاد البودره ديال الذهبيه، يعني كتكون معروفه راه كاينه جوج ماركات، كاينه اللي فيها البريو مزيونه كتكون بحال اللي خديت دابا انا، وكاينه وحده غير كتجي غير صفرا ما كتعطيش يعني اللون ديالها مذهب صافي. كناخذ هذا السيلو اللي كنديروا فيه الحروف راه معروف كيتباع حتى هو ب 15 درهم او 13، وانا عملت السميه ديال اريج صافي. يعني طبعت درت داك الستيلو في هذيك البودره ديال الذهب وطبعتها في الصابلي كما كتشوفوا معايا. جا الشكل ديالها غزال البنات وجا انيق. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. صافي غادي ندير هاد العمليه يعني كاملين، يعني تنسالي الصابلي اللي عندي عاد باش ندوز عاوتاني نلصق له بابيو. غير هي البنات نقول لكم بان ما نضغطوش بزاف على العجينه عندك كيتهرس لنا الصابلي، يعني هو راه غير بشويه راه كيتطبع دغيا. وعاد هاد البودره اللي خديتها البنات خديتها مزيونه، هذه اول مره غادي ناخذها فيها البريو غزال، اما الاخرى كتكون صفراء كتكون اللون ديالها مباهت ما كيكونش مزيون. هذا عطا واحد الجماليه في الصابلي مع هاد اللون الابيض صافي. انا غنستمر هيدا حتى نساليهم وانتم معايا. ودابا هنايا من بعد ما ساليتهم كاملين خديت هنايا هاد بابيو. انا قلت لكم هذيك العجينه اللي عدلت بها ديك الكسيوه هي اللي عدلت منها دابا بابيو من قبل، وانا جالسه هيدا ما عندي يعني ما عندي ما يدار كنوجدهم حدايا وكنخليهم باش كنلقاهم واجدين وناشفين صافي. هنا كناخذ شويه ديال الجليكوز وكنبدا نلصق هيدا غير بواحد النقيطه صغيره غير بصباعي، ما نديروش بزاف باش ما يبقاش كيتلصق معنا صافي. وكنوضع البابيو ديالي في الجنب. صراحه جا الشكل ديالها عجبني مزيون جا فنيون وجا عطاها واحد الجماليه، يعني هاد الالوان جات متواتيه. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله مولات هاد الصابلي يخلي لها ربي البنيته ديالها وتشوفها كما بغات ان شاء الله. وهنايا البنات كما كتشوفوا معايا راني ساليت وغادي ندوز نشكيل اخر اللي هنا لصقته بنفس الطريقه اللي لصقت به الاول، شويه ديال ناباج مع الجليكوز وكنلصق العجينه الشوكولاط مع الصابلي وصافي. وكناخذ هذيك الكسيوه اللي طبعتها حتى هي كنعملها شويه ديال داك الجليكوز مع الناباج وكندهن غير بصبع ديال يدي وكنحطها فوق ديك العجينه ديال الصابلي كما كتشوفوا معايا، وكنبركي شويه باش كتلصق وكتكون هنايا معايا واجده. هنا كنسالي هاد الكميه اللي عندي كامله، يعني تعطني كميه لا باس بها، يعني خرجت لي تبارك الله، يعني هاد 2 كيلات خرجوا لي 2 كيلو صافي. عمقه هيدا حتى كنكمل هاد الكميه كامله. وغادي ندوز باش نزين عاوتاني ديك الكسوه، غادي نعملها شويه ديال الذهبي باش تعطيها واحد الجماليه واحد الاناقه صافي. ومن بعدها تكون عندي الصابلي ديالي واجد باش نعطيه السيده ان شاء الله يا ربي في هذا النهار. وكنتمنى ان شاء الله تعطيوني الراي ديالكم. ودابا غادي تشوفوا معايا البنات الطريقه باش كنرسم بها يعني او كنزين بها هاد الكسوه صافي. من هنايا شوفوا البنات كيفاش جات غزال جا فنيون. ودابا غادي نزيد وعاوتاني نزينو، هي فاش نعمل له هذا الذهبي كما كتشوفوا معايا هذيك بودره نيت ديك الذهبيه غناخذ شويه ديال الروح ديال اللوز باش نخلط بها، اما تخلطوا بشويه ديال الروح ديال المزهر باش ما بغيتو. المهم انا عندي الروح ديال اللوز غادي ندير غير نقيطه وغادي نحرك
غناخد هنايا بانسو يكون رقيق وصافي، وغندير شي شويه ونبقى نعدل هذيك. عندي هنايا الجيب ديال الكسوه، وعندي هنايا داك الدونتيل اللي عندها لتحت، حتى هو غادي نعملو الذهبي وعاد تجي مزيونه الصراحه الله. نتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتعجب يعني السيده اللي طلباتها لي. صافي كنبقى مستمره بحال هيدا، نعطيو غير الخطر وان شاء الله غادي تكون عندنا واجده. وهنايا البنات من بعد ما ساليت الصابلي ديالي كامل وفينيتو ونشف، صافي كناخذ الكرطونه اللي غنعملها فيها، وكنعمل ضروري البنات ما تعملوا كل طبقه تعملوا عليها بلاستيكه باش ما يلصقناش مع بعضياتو ويتوسخ، خصوصا اللون الابيض يعني حساس بزاف، وكتخدموه في بلاصه نقيه بزاف. مهم كنبقى هيدا مستمره، كل شكل كنعملوه في جنب وانا غادا بكل طبقه بلاستيكه، كل طبقه بلاستيكه حتى كنعمل الكميه كامله اللي عندي. صافي هنايا غتكون عندي واجده باش نقدمها لمولاتها. وكنقول لكم البنات ما تنسونيش من لايك ودعموني راه القناه صراحه الله راه ما كنخدمش فيها وما يعني ما كطلعش عند الناس باش يقدروا يدخلوا عندي، يعني اللي نظرا لضيق الوقت والعمل ما كيخلينيش باش نصور صراحه. كنوجد بزاف د الحاجات ولكن ما كنقدرش نصورهم على حسب التصوير كيدير الوقت بزاف مع المونتاج ومع التصوير. لهذا كنتمنى ان شاء الله تدعموني في الفيديو، اي فيديو حطيته واخا تعطلت فيه كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي. وهنايا البنات كنقول لكم يعني الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. كنتمنى ان شاء الله الشكيلات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، وكنقول لكم بسلام عليكم، خليتكم على خير.